فلما حطمها صلى الله عليه وسلم خرج من الكعبة والناس حولها وهو يقول: نادوا لي بلال، نادوا لي بلال. فأخذوا يصيحون بصوت بلال وهو يصعد الكعبة ويقول: يا قريش، والله الذي لا إله غيره ما زلت أذكر يوم أن كانت قريش تعذب بلالا عند الكعبة. والله ما زلت أذكر يوم كانت قريش تعذب بلالا عند الكعبة. ادخل يا بلال وصلي معي في جوف الكعبة. ويدخل بلالا ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي معه في الكعبة. يقول العباس: فإذا بأبي سفيان يقول: أسمعت ما يقول؟ قال: نعم. يقول أبو سفيان: كنت وقتها أفكر كيف أجمع جيش وأحارب محمد. يقول: فإذا بمحمد يقف عند باب الكعبة قال: يا أبا سفيان، يا أبا سفيان، إني أسمع ما تقول، والله لن تفعل، والله لن تفعل. يقول: فعلمت أنه نبي. قال: فالتفت إليه وقلت للعباس: إني أريد أن أدخل معكم في دينكم، إن هذا الدين دين عظيم الذي يعز فيه بلالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، تعال واصعد على الكعبة واخرج فوق ظهرها وارفع بصوت الأذان تسمعه مكة لأول مرة. فأراد بلال أن يصعد على الكعبة لكن الكعبة طويلة، فقال: يا أبا بكر ويا عمر اقتربا، اصعد يا بلال، ضع رجلك اليمنى على كتف أبي بكر ورجلك اليسرى على كتف عمر واصعد على ظهر الكعبة. وهذا المشهد يراه الناس كلهم، ويصعد رضي الله عنه وأرضاه. يقول هشام بن الحارث أحد كفار قريش: والله إني لتمنيت أنني في بطن الأرض ولا أرى هذا الغراب، يقصد بلال، ينعق على ظهر الكعبة. فنظر النبي إلى بلال في هذا المشهد المهيب وقال: والذي نفسي بيده، والله الذي لا إله غيره، إن هذه الكعبة عند الله لعظيمة، ووالله يا بلال إنك اليوم عند الله أعظم وأشرف منها. أذن يا بلال. ويتقدم أبو سفيان يقول العباس: قلت له: اذهب وادخل في الإسلام. قال: هل يقبلني محمد؟ قال: محمد يقبلك إن أقبلت صادقا. يقول: وقلت: وإن لم يقبلني؟ قال: إن لم يقبلك فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف. قال: وماذا قالوا؟ قال: إن يوسف قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يقول: فوقفت عند رسول الله أبو سفيان والناس ينظرون، فوقفت على يمينه فما التفت إلي، وجئت عن شماله فما التفت إلي، فوقفت في وجهه فقلت: يا محمد، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فأنزل النبي رأسه قال: يا محمد، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يقول: وأنا ألتفت على العباس والعباس يشير لي: أكمل، يعني كلم وحدد. قال: يا محمد، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فرفع النبي رأسه ونظر إلى أبي سفيان وهو يبكي. قال: يا أبا سفيان، لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حليمة السعدية التي أرضعت، فإذا بها عجوز كبيرة ما رآها النبي من أكثر من 50 سنة، فأقبلت عند الكعبة تنظر وقد ضعف بصرها. فقال النبي: من هذه المرأة؟
قالوا هذه حليمة السعدية. فنزل النبي إليها وضمها وقبلها ووضع رداءه لها وقال اجلسي إنها أمي أمي. ثم قال لقريش يا قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقام سعد رضي الله عنه ابن عبادة قال يا رسول الله اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم يذل الله فيه قريش. قال لا يا سعد، اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم يعز الله فيه قريش. اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبقي النبي 19 يوما في رمضان السنة 8 وعمره 61 عاما صلى الله عليه وسلم. وبقي في خيمة لأن بيته قد أخذه الكفار، وأسلم عكرمة وصفوان، وأسلمت هند بنت عتبة. أقبلت على النبي وهو يبايع النساء عند الكعبة، وكانت متلثمة أو متنقبة، فسمعت النبي يقول إني أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا. تقول فسكت، ولما قال ولا تسرقن فقالت يا رسول الله إن زوجي أبا سفيان بخيلا. تقول فعرفني قال أنت هند؟ قالت نعم. قال أنت من أمر بقتل حمزة؟ قالت نعم. فإنك قد عفوت عنا يا محمد، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال رسول الله وأبايعكن أيضا على أن لا تزنين. فقالت هند يا رسول الله أو تزني الحرة، أو تزني الحرة.